هي متجوزه وعندها 3 اولاد، برضه هي جالها الخبر او عرفت. احنا كطبعنا احنا ما اقدرش ابيعها يا ولدي، ده انتماء، حاجه تانية مش محتاجه كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور. افتكر من العيب أو من الخيبة إن موقع أو مذيع أو مقدم برامج في موقع ما يسافر كفر الشيخ ويروح مركز الحمول وبعدين يروح قرية تاني عشان يقابل الحاج سيد والد محمد الشناوي، يسأله على سؤال أو يوجه له سؤال لا قيمة له، سؤال محرج بصفة ان الحاج سيد الشناوي راجل ذو طبع ديني وراجل ملتحي، ويسأله المذيع ويقول له علاقة الحكمة الأمريكية بابنك محمد وإيه رد الفعل، وهل سببت مشاكل بين الأسرة. وطبعا احنا كلنا عارفين ان الكابتن محمد الشناوي كان متزوج قبل ذلك ومطلق وربنا كرمه بزيجة أخرى. انت بتروح يعني تحط البنزين على النار، انما ترسل امور انك تسافر كفر الشيخ وتقطع مسافات طويلة من القاهرة لكفر الشيخ وبعدين تروح الحمول وبعدين تروح قرية محمد الشناوي عشان تقابل ابوه وتحرجه بهذا السؤال. افتكر من العار ان تكون او تعمل في هذا الموقع. تعالوا نتابعوا الحاج سيد الشناوي، تابع الفيديو. من النادر ظهور الحاج السيد الشناوي والد كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي الكابتن محمد الشناوي. طبعا احنا شاكرين ان حضرتك وافقت ان انت تكون معنا النهارده في القاهره 24 لاستيضاح نقطتان او ثلاث بالكثير زي ما حضرتك طلبت. بدايه اهلا بيك معنا حاج سيد في القاهره 24. اهلا بك. عايزين نعرف كده من حضرتك تساؤلات قليلة طرحت أو طرحها الرأي العام خلال الساعات الماضية، أبرزها طبعا صورة حكمة مباراة النادي الأهلي والنادي الياباني، والتي ظهرت فيها مظاهر الإعجاب من الحكم للكابتن محمد الشناوي حسب تعبير المواطنين أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي حضرتك بتنفي القصة دي. طيب يعني أنا بتهيألي الناس دي أطبعها كده، يعني لو قابلت واحد وضحكت معاه او سلمت عليه او حاجه احنا هنقلبها مش محتاجه الكلام ده كله يا ولدي والله. لا يعني دي حاجه يعني ممكن. انا على فكره انا شفتها مع ناس كتير برضو تقابلهم وتسلم عليهم، يعني في المباريات ليها بيبقى لها نفس النظرات. هي كطبعها كده. بس كانت سلمت عليه ولا قالت له حاجه، دي حاجه مش. انما لا يا ولدي، لا ما ينفعش الكلام ده اصلا. طبعا الاسره بقى، اسره الكابتن محمد الشناوي، اتكلمت في القصه دي او شافت الوضع ده ازاي؟ شافت، بس هي عارفه الشناوي. هي عارفه الشناوي كويس جدا. وبعدين هي نزلت خبر ان هي متجوزه وعندها 3 اولاد، برضه هي جالها الخبر او عرفت الخبر. اكيد طبعا، لان هي الموضوع ترند على مستوى العالم مش مستوى مصر. قالت ان انا متجوزه وعندي 3 اولاد وجابت صوره بنت من اولادها. وغير كده فين الشناوي؟ الشناوي ملوش في الكلام ده خالص اصلا، بعيد عن الكلام ده خالص يا ولدي. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. حتى لو حصل احنا عارفين نظام الشناوي، وانا عارف الشناوي ابني يعني نظام. احنا شفنا فيديو حتى الكابتن علي معلول بيقول ان هو جد طول الوقت. الله ينور. ادي انت شفت علي معلول قال لك ايه؟ هو ده هو الشناوي. اسال اي واحد لعيب في تركيزه في الملعب، بس اسال اي لعيب في فرقته نفسها. يعني الحمد لله رب العالمين، اعتبر اخواته يعني اصدقاء وحاجه مش محتاجه كلام. طب في كلام كتير بيتردد عن عروض اتحاد جده، انديه سعوديه. شوف اسمع، اقول لك على حاجه، العروض دي كتير، من كان السنه دي والسنه اللي قبليها واللي قبليها. هو له وضع، لانه بقى هو مش يعتبر ده ابن النادي، هو عنده 13 سنه. خدت بال حضرتك معايا؟ فهو ابن النادي، واحنا عندنا مبدا، احنا كمبدا كارفيين او مبدأنا كده او احنا وضعنا كده يا ولدي. انت فاهم كلامي؟ دي حاجه يعني مهما جاء الاغراء لازم يكون شيء برضا الكيان نفسه. يعني نقدر نقول الهدف من لعب الكوره مهما كان الاغراء. لا يا ولدي، في ناس بتنصحك بالفلوس وتجري وتطلع، وانت شفت امثال كتير. طبعا. لا ما عندناش احنا الكلام ده. احنا نقصد نقول ان الكيان او النادي هو الانتماء ومش الفلوس. وبعد كده يبقى فدي حاجه معروفه يعني. وبالتاكيد الكابتن محمود الخطيب ده راجل من الناس المحترمه جدا، له نظره في الحاجات دي كويس جدا. يعني تركين الامر للنادي يا ابني، تركه كله للاداره والنادي، كابتن محمود. يعني اخر حاجه عشان ما نتقلش على حضرتك، حاجه واحده بس.
ماتش السوبر مش هنزود عن كده، اللي هو النهارده هتبدا مباريات السوبر وفي المباراه النهائيه. الكابتن محمد اتكلم معاكم عن السوبر، طموحات النادي. كابتن محمد الكابتن في المحل تبقى الشبكه مش مظبوطه دايما بيكلم والدته اول الماتش على طول، او حتى هو في الملعب، لو حتى قبل ما يخش الملعب الاقيه رافع التليفون، يا حاجه عامله ايه وبتاع. وطبعا احنا مش هنخش في كلام الولد وامه. طبعا الشناوي وامه ده له وضع تاني وله نظام تاني، بالتاكيد بتقول له يا ابني وبتدعي له وهو بيكلمها، دي حاجه عند الله سبحانه وتعالى. دي انا ببقى حاسسها وعارفها كويس جدا، الحمد لله ربنا يبارك فيها. الحمد لله. النادي الاهلي نادي البطولات. جم نفرين ثلاثه الحمول هنا، بدر رجب ومش عارف مين معاه كمان، على طول. وحضرتك عملت ايه يعني؟ ما كنتش موافق ولا ايه اللي حصل؟ يا ابني احنا اهلاويه، انا اهلاوي وعيالي يعني كلهم مهما يحصل مش لا دي مش محتاجه كلام. كابتن احمد ماهر على طول شافوه مش خدوا الشناوي. يعني حضرتك بتقول ان انا كريفيين او الناس الفلاحين بمعنى يمكن ادق او اقل شويه، ان احنا لما بنبقى ملتزمين مع حد ما بنبيعوش، او ان احنا ما بنتخلاش عنه لما بنكون معاه طول العمر. او الشناوي جاله عروض قد ايه؟ كتير. هو النهارده بس، والسنه اللي فاتت بس، هو اللي قبلها بس، واللي قبلها بس. بس في التزام. انا ما اقدرش ابيعك، احنا كطبعنا احنا ما اقدرش ابيعك مهما كانت الاغراء. يا ولدي ده انتماء، حاجه تانية مش محتاجه كلام. انا تعرف اما يحصل حاجه زي كده انا احس ان تكون خيانه. انت فاهم كلامي؟ بس انا بتهيألي الناس دي اطباعها كده، يعني لو قابلت واحد وضحكت معاه او سلمت عليه او حاجه، احنا هنقلبها مش محتاجه الكلام ده كله يا ولدي والله. لا يعني دي حاجه يعني ممكن. انا على فكره انا شفتها مع ناس كتير برضو، تقابلهم وتسلم عليهم يعني في المباريات ليها بيبقى لها نفس النظرات. هي كطبعها كده. بس كانت يعني كان سلمت عليه ولا قالت له حاجه، دي حاجه مش. انما لا يا ولدي لا، ما ينفعش الكلام ده اصلا. طبعا الاسره بقى، اسره الكابتن محمد الشناوي، اتكلمت في القصه دي او شافت الوضع ده ازاي؟ شافت بس هي عارفه الشناوي. هي عارفه الشناوي كويس جدا. وبعدين هي نزلت خبر ان هي متجوزه وعندها 3 اولاد، برضه هي جالها الخبر او عرفت الخبر. اكيد طبعا، لان هي الموضوع ترند على مستوى العالم مش مستوى مصر. قالت ان انا متجوزه وعندي 3 اولاد، وجابت صوره بنت من اولادها. وغير كده فين الشناوي؟ الشناوي ملوش في الكلام ده خالص اصلا، بعيد عن الكلام ده خالص. جم نفرين ثلاثه الحمول هنا، بدر رجب ومش عارف مين معاه كمان، على طول. وحضرتك عملت ايه يعني؟ ما كنتش موافق ولا ايه اللي حصل؟ يا ابني احنا اهلاويه، انا اهلاوي وعيالي يعني كلهم مهما يحصل مش لا دي مش محتاجه كلام. في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه. استشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.